المراهقين للمراهقين. أنا فيروز يسري، تواجه العالم. في 3 أنواع من البني آدمين لازم تتجنبهم حتى لو كانوا صحابك، ولو ما عندكش وقت تقرا انا هقول لك عليهم من كتاب تخلص من ولكن لشون ستيفنسون. اول نوع الاخذين، صاحبك اللي مخلص على سندوتشاتك وواخد منك كل ملخصات المذاكره ومفيش مقابل لده، دايما كده عينيهم على الحاجات اللي عندنا ومش بعيد ياخدوها مننا من غير ما نحس. ما تتوقعش ان هم بيراعوا اي حاجه، الاخذين دول مصلحتهم في نفسهم اولا واخيرا. رقم 2 المستنزفين، صاحبك البومه اللي كل ما يشوفك يقولك هنسقط، اهو ده من المستنزفين او مصاصين الطاقه، ودول الاشخاص اللي بيستنزفوا طاقتك وايجابيتك واي نشاط كده عندك، ويجيبوا لك الهم والتعاسه والسلبيه بكلامهم البائس، حتى تلاقي اخبارهم كلها تخنق. بيقولوا الامتحانات هتبقى صعبه ومحدش هيعرف يعديها، الهي يا رب يقفلوا باب بيتكم في وشك وما تعرفش تدخل ابدا. رقم 3 بقى المدمرين، اكيد مش انت يا شكري، صاحبك اللي بيعزم عليك بسجاره ويقولك جربها عادي مش هيحصل حاجه، اللي بيشجعوك لما تفكر تعمل حاجه غلط. اصل الناس دول بيحسوا باثاره لما يدمروا العقول والاجسام والارواح ويبعدوك عن اي طريق صح. خد لي بالك، يشجعك بقى ما تشتغلش ما تذاكرش وهكذا. اتاكد ان ده مش صاحبك، الصاحب الحقيقي ما بيدمرش. يا ترى وقعتوا في كام صاحب من دول وبتكتشفوهم ازاي؟ قولولي في الكومنت.